بطاطا يديروها في الوسط الجزائري، البليده المديه، الجزائر العاصمه، يديروها في من الناس مليانه. نتوما وين راكم؟ يعني الناس القليعه تاني يديروها. قولوا لي واش من بلاد راكم فيها وديروا فيها شطيحه بطاطا فليو. هنايا عندي 3 حبات بطاطا، غسلتهم قشرتهم وعاودت غسلتهم وقطعتهم هكذا مدورين. من بعد حطيت شويه زيت. هنا عندي الثوم كيما راكم تشوفوا هنا الثوم، تحبوا ديروه في الدرسه مع شويه ثوم تدرسوه مع الفلفل. انا هنا الفلفل كنت وجدته راني حطيته لكم على الصفحه تاعي على قناتي ثاني تقدروا تشوفوهم. انا عندي الفليو كيما راكم تشوفوا، نغسل ونعاود، عمرت له الماء نغسل ونعاود. اذا توفر عندكم هذاك الفليو اللي يجي قصير هذاك هو الصح، يعني بنين على هذا. واذا كان عندكم هذا طويل معليش نحيو برك الورقه ونحيو هذوك المتارق ما ديروهمش باش ما يطيرقلكمش المروه. هنا نحي كيما راكم تشوفوا غير الورقه. ندير نص تاع الفليو اللي راهو عندي في الاول باش يطلق لي البنه في شطيحه بطاطا هكذا، نحطوه مع الاول. هنا يتقلى مع الطنجره تاعي درنا الثوم البطاطا الزيت ونقعدوا نقليو فيها مع قرصه تاع الملح، ماشي قرصه يعني الملح يكون هذاك هو قيس ما نديروه. عندي هنايا الدرسه اللي كنت موجدتها ما قبلش زيت حميمه، الله نزيدوا عليها شويه عكري حلو، ما نديروش بابريكا يعني ما نديروش فلفل حار، خاطر ديجا ديك الهريسه ولا هذيك الدرسه راهي حاره. هنا نمرقوا بالماء يغلي ونخليوها تطيب. كيما راكم تشوفوا الفليو هنا راح يطلق لي البنه الاولى اللي باش يطيب فيها. هنا بعد ما طابت لي وحليت عليها لا كوكوط نزيدو نديروا لها الفليو اللي بقى لي، يعني كميه كبيره تاع الفليو. نجيبوا هنا 4 بيضات نضربوهم غير شويه برك، نهبط هذاك الفليو. شوفوا هو دابا تمتم يبان يقعد لونه خضر وريحته تقعد ما نحكي لكمش شحال ريحته شابه. شوفوا داك الزين الله الاطباق التقليديه الجزائريه اللي ما ننساوهاش، عمرنا ما ننساوها. هكذا نسربيوه طبعا نحطوه مع خبز مطلوع يجي بنين يشهي. هذه هي الهريسه، نقول لكم روحوا زيدوا شوفوها. اذا عجبتكم الدرسه واجده يعني تحبوا ديروا بها اي شطيحه تقدروا. السلام عليكم، دمتم بخير.